معروف دايما يا دكتور ان تشخيص اسباب الم الحوض المزمن صعبه جدا. عايزين نعرف من حضرتك ايه اكتر حاله تعبتك علشان توصل لتشخيص سليم. بص، انا هحكي لك على حاله كنت لسه عاملها من 3 اسابيع تقريبا او شهر. الحاله دي مش جايه تسالني انا سبب الوجع ايه، حاجه تسالني واخده علاج لبطانه المهاجره، حقن اسمها زولاديك، خدت حقنتين وعملوا لها اعراض جانبيه، وجايه تسالني انا عايزه حل بديل. طب انت ليه بتاخد زولاديكس؟ اصلا انا عندي مريضه بطانه مهاجره. كشفت على الحاله سونار، خدت منها الهيستوري بتاعها، مش وصف بطانه مهاجره. كشفت عليها سونار، مفيش بطانه مهاجره خالص. حاله كان عندها ارتشاح على قناه فالوب، عامل ارتشاح صديدي هو اللي مسبب لها الالم، وده مش بطانه مهاجره. هي مش خاصه ان الارتشاح ده كيس شوكولاته على المبيض ولا عاملها بطانه مهاجره. قلت لها انت مش مريضه بطانه مهاجره؟ قالت لي مستحيل، انا مريضه بطانه مهاجره. يا ست مش بطانه مهاجره. لا انا مش. طب عايزه تتاكدي؟ روحي اعملي اشعه رنين بسبب على الحوض، مع ان انا متاكد من التشخيص بتاعي، بس انت عشان تبقي مرتاحه نفسيا من الكلام اللي انا بقوله اعملي الاشعه ديت وتعالي. راحت عملت اشعه رنين بالحوض بالظبط، الكلام اللي انا قلته هو اللي مكتوب في الرنين. ارتشاح في قناه فالوب هو اللي عامل الالم، مصدر الالم في الحوض، والحقيقه دي ما عندهاش بطانه مهاجره. طيب الحاله يا دكتور، احنا هندخل بالمنظار، هنشيل الانبوبه اللي فيها الصديد ديت وننظف الحوض، وفي شويه التصاقات هنفكهم، هتختفي الالم تماما، وحقن زولاديكس ما كانهاش لازمه اصلا. دخلنا وعملنا كده. تسكت؟ لا ما تسكت. قالت لي انا عايز اعمل تحليل انسجه للحاجات اللي انت شلتها عشان اتاكد انها مش بطانه مهاجره. قلت لها حاضر. هعمل ايه؟ تحليل انسجه وعملت فعلا تحليل انسجه واثبت ان ما فيش بطانه مهاجره. ففي حالات كتير جدا فعلا بتبقى من كتر الكلام والتاكيد ان هي مريضه بطانه مهاجره، خلاص هي عاشت الوهم وصدقته ومش عايزه تقتنع بحاجه غيره. قلت لك على حاله تانيه برضو من الحالات الظريفه في الم الحوض المزمن. حاله بقى لها بالظبط 6 سنين بتشتكي من الم حوض مزمن، وكان الم شديد جدا. كل ما تكشف يقول لها ما عندكيش حاجه، ما عندكيش حاجه، ما عندكيش حاجه. الحاله ديت لما شخصتها وعملت لها، كان برضو هي من ضمن الابدومينال كوتينيوس نيرف، دي من الحالات اللي فعلا ناس كتير مش بتوصل للتشخيص بتاعها، يعني احتباس في الاعصاب بتاعه البطن، بتاع جدار البطن. شخصتها، عالجتها، هي احتاجت تدخل جراحي، فكيت سلكت على العصب اللي كان موجود، والحمد لله الحاله ارتاحت بعد. الحاله جايه بتقول لي نصا كده، قلت لها يا دكتور عبد الله انا مش عارف اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا، بس انا بقول لك انا حتى لو ما ارتحتش فانا بشكرك وممتنه ليك ان انت صدقت ان انا تعبان. انا من كتر ما كنت بكشف ويتقال لي ما عندكيش حاجه، كان اهلي بيقولوا لي ان انت بتستعملي وبتمثلي. انا حابه اشكرك حتى لو ما خفتش وحتى لو ما ارتحتش، فانا بشكرك ان انت بس صدقت ان انا تعبان. فالام الحوض المزمنه من البحور الواسعه، ومن فعلا معاناتها كبيره، ومهم جدا نهتم بيها ونركز معاها ونشخصها صح عشان نوصل للنتيجه المظبوطه بالظبط.